بلاش تعمل دمج للخلايا على برنامج الإكسل. استخدام الميرج دايما بيعمل لنا مشاكل خاصة في التعامل مع البيانات والجداول. معاكم هاشم داوود، ويلا بينا نستخدم الدمج في الإكسل لكن بطريقة تانية تخلينا نقدر نتحرك ونستخدم البيانات بتاعتنا بكل سهولة. على سبيل المثال معانا مجموعة بيانات ومعمول دمج للخلية الأخيرة. لو حبينا نعمل سيلكشن للعمود برقم E هيعلمني على جميع البيانات اللي معمول عليها سيلكشن. في نفس الوقت لو جينا نعمل فلتر وعشان نعمل صورة البيانات هيقول لي ان ما ينفعش نعمل فلتر للبيانات لان في ميرج. الحل ده ايه؟ ان احنا بنستبدل الميرج بطريقة تانية او بتركاية تانية، اللي هي نعلم على السيل اللي معمول ليها دمج ونفك الدمج بتاعنا، وبرجع اعلم تاني على الخلايا اللي انا عايز اعمل عليها دمج وبقول له كليك يمين فورمات سيل، بتأكد ان هي على الاينمنت، باجي هنا على هوريزونتال، هي معموله جنرال هغيرها تبقى سنتر اكروس سيلكشن وبقول له اوكي. بالشكل ده هو عمل لي ميرج، لكن لو حبينا نعمل سيلكشن على العمود اللي انا واقف عليه ده بس هيحدد العمود ده. كمان لو حبينا نعمل فلتر من الصغير للكبير او من الكبير للصغير صورتي يعني هيتغير معايا بالشكل ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك عشان يوصلك كل جديد.